في هذه الحياة التي تتقلب بنا بين الأفراح والأحزان وبين الصدق والزيف، قد نجد أنفسنا في مواقف نظن فيها أننا محاطون بأشخاص أوفياء مخلصين يكنون لنا الحب والاحترام، لكن مع مرور الأيام وتوالي المواقف تتكشف لنا الحقائق وتسقط الأقنعة التي طالما خدعتنا. وهنا يأتي دور البصيرة، تلك النعمة الإلهية التي ينير الله بها قلوب من يشاء. البصيرة ليست مجرد نظر بالعين، بل هي نظر بالقلب، هي رؤية ما وراء الكلمات وما خلف الأفعال، هي قدرة على التمييز بين الصادق والمخادع، بين من يتظاهر بالحب ومن يكن في قلبه الغدر. البصيرة هبة من الله ينعم بها على عباده حتى لا يقعوا في براثن الخداع، وحتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة التي تنقذهم من الوقوع في فخ العلاقات السامة. كم من أناس يعيشون سنوات طويلة مخدوعين في من حولهم، يتعاملون بصدق ويقابلون بالخيانة، يمنحون الثقة لمن لا يستحقها، يضحون ويعطون من قلوبهم وأرواحهم، ثم يجدون أنفسهم في النهاية وحيدين محطمين بعد أن انكشف لهم زيف من كانوا يعتبرونهم أقرب الناس. قد يكون في صديق يتظاهر بالوفاء وهو يطعن في الخفاء، وقد يكون في حبيب ينسج كلمات الغرام وفي قلبه مصلحة، وقد يكون في قريب يتقرب بدافع الطمع لا بدافع الحب. والأصعب من الخداع هو أننا في كثير من الأحيان لا نراه إلا بعد فوات الأوان، لأننا نكون قد غرقنا في طيبة قلوبنا وظننا الحسن بالناس. الأقنعة لا تسقط بسهولة، بل تحتاج إلى مواقف كاشفة، تحتاج إلى امتحانات حقيقية يظهر فيها معدن الأشخاص. هناك من يسقط قناعه عند أول خلاف، وهناك من ينكشف أمره عند أول اختبار للوفاء. لكن رغم مرارة هذه المشاعر، إلا أن الحقيقة تظل نعمة عظيمة. فالله حين يظهر لنا حقيقة الناس من حولنا فإنه ينقذنا من استمرار الخداع ويخرجنا من دائرة الوهم إلى نور اليقين. والأهم من كل هذا هو أن نطلب من الله دائما أن ينير بصيرتنا، أن يجعل لنا نورا نفرق به بين الحق والباطل، بين الصديق والعدو، بين من يحبنا ومن يتظاهر بذلك. كيف ننمي بصيرتنا؟ تنمية البصيرة ليست أمرا يحدث فجأة، بل هي نتاج تراكم الخبرات وصدق النية والتوكل على الله. هناك بعض الأمور التي تساعد الإنسان على تقوية بصيرته. الدعاء، وهو السلاح الأقوى. من يدعو الله بإخلاص أن ينير بصيرته فلن يخيبه الله أبدا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له فرقانا، أي نورا يفرق به بين الحق والباطل. الاستشارة، لا تكن أسير قراراتك وحدك، فالرجوع إلى أهل الحكمة والتجارب يفتح أمامك آفاقا جديدة لرؤية الأمور. الهدوء وعدم التسرع، فالتسرع يعمي القلب، والهدوء يمهد لرؤية واضحة. التعلم من الماضي هو خير معلم، كل موقف خذلت فيه هو درس يجب ألا يتكرر. الملاحظة الدقيقة، انتبه لتفاصيل الأفعال أكثر من الأقوال، فالأقوال يمكن تزويرها، لكن الأفعال تكشف النوايا. لا تحزن على فقدان شخص كان يرتدي قناعا، بل احزن لو استمر معك سنوات وأنت لا تدري. الحياة مليئة بالدروس، ومن أعظمها أن الله يبعد عنك من لا خير فيه ولو كنت تحبه. كل من انكشف على حقيقته لا تكرهه، ولكن اشكر الله الذي أضاء بصيرتك، وتعلم أن تمنح ثقتك في المستقبل بحكمة، ولا تغلق قلبك أمام الناس بسبب تجربة واحدة، لكن تعلم كيف تحمي نفسك وأنت تحب، كيف تكون طيبا دون أن تكون ساذجا، وكيف تكون عطوفا دون أن تكون ضحية. خداع الناس لا ينتهي، لكن من كانت له بصيرة لن يخدع طويلا. فالله يحب عباده الواعين الذين ينظرون بقلوبهم قبل أعينهم. الحياة ليست فقط أن نعيش، بل أن نعيش بوعي، أن نحب بصدق لكن بحذر، أن نعطي بثقة لكن لمن يستحق، أن نسامح لكن دون أن نعيد تكرار الأخطاء. اللهم ارزقنا نور البصيرة، واجعلنا نرى الناس كما هم، ولا تجعلنا من المخدوعين ولا من الذين يخدعون أنفسهم. اللهم آمين.